قال إن الرجولة إنك ما تسمعش غير صوتك؟ هو مين قال إن الراجل لما ياخد رأي مراته يبقى ضعيف أو إن ده عمل له عمل؟ إيه الحقيقة؟ إن أكبر قوة للراجل إنه يحترم شريكة حياته ويعتبر رأيها أساسي في كل كبيرة وصغيرة. أنت متجوزها ليه؟ عشان بس شكلها؟ لأ، عشان شريكة حياتك اللي هتكمل معاك المشوار. الست دي مش مجرد نص كلمة، هي عقل، قلب، دعم وقرار. وطبعا ممكن الراجل يسمع رأي أمه أو أخته أو أي حد تاني في حياته، بس ده ما يعترضش على رأي مراته، لأن الأصل والأولوية دايما لشريكة حياته. هي اللي هتمشي معاه كل خطواته، وهي اللي هتحمي البيت والعيلة. اللي بيقولك إن الراجل ما يسمعش كلام مراته ده غلط، مع إن الصح إنه يسمعها، يفكر معاها ويقرروا مع بعض. ده مش ضعف، ده ذكاء وحرص على البيت. خلوني أديكم أمثلة. لو الراجل عاوز يشتري عربية جديدة، بدل ما ياخد القرار لوحده يراجع مراته، يسمع رأيها حتى لو التفاصيل صغيرة زي اللون أو نوع الجنوط. ده مش ضعف، ده ذكاء وحرص على البيت. لو هي شايفة طريقة أفضل لترتيب البيت أو ميزانية العيلة، الراجل اللي يسمعها مش بيخسر، بالعكس بيستفيد من خبرتها وذكائها. حتى لو راجل في شغله عنده قرار مهم ورأي مراته في طريقة التعامل مع فريقه أو زباينه مختلفة، سماعها ممكن يحميه من خطأ كبير. وربنا سبحانه وتعالى قال: وأمرهم شورى بينهم. الشورى أصل، ومشاركة القرار مش حكر على حد واحد. خلينا نحكي موقف. شاب بدأ مشروع صغير، كل نصيحة من مراته أو أخته كانت محسوبة. بعض الناس قالت له: أنت ضعيف تاخد رأي مراتك، لكنه طبق نصيحتها في التوزيع والعروض، وفجأة المشروع كبر ونجح. ده مثال صغير على قد إيه سماع رأي شريكة الحياة مش ضعف، ده نجاح. وبصراحة في ستات عندهم بعد نظر وحكمة أحيانا تفوق الرجالة في تفاصيل كتير: تربية الأولاد، إدارة البيت، قراءة المواقف الاجتماعية، التعامل مع اليومية، حتى اتخاذ القرارات المالية الصغيرة والكبيرة. يعني لما الراجل يسمع مراته ويلاقي رأيها صح، هو كده مش ضعيف، هو كسب شراكة حقيقية، هو كسب سند وعقل جنب قلبه. واللي فاكر إن الراجل اللي بياخد رأي مراته أقل من حد، لازم يعرف إن ورا كل رجل ناجح ست عظيمة. الست دي مش مجرد دعم، دي اللي بتحدد أحيانا اتجاهات نجاحه، اللي بتخليه يمشي في الطريق الصح. انت عمرك سألت مراتك قبل ما تاخد قرار مهم؟ جربت تسمع رأيها في مشكلة صغيرة؟ هتحس قد ايه النقطة دي فارقة لما تجرب، وهتشوف قد ايه القرار بيكون أسهل وأقوى. وبالتالي الحوار بين الزوجين مش منافسة، مش تحدي، ده احترام وشراكة واتخاذ قرار واعي. أما النصايح من الأم أو الأخت هي إضافات بس مش أساسية. لازم نعيد التفكير. الراجل اللي يسمع مراته ويشاركه القرار مش ضعيف، بالعكس هو أقوى وأذكى وأحسن تجهيزا لمواجهة الحياة. في النهاية خلوني أقولها بوضوح: هو مين قال إن الرجولة إنك ما تاخدش رأي مراتك؟ الرجولة الصح إنك تعرف قيمتها وتسمعها وتفكر معاها وتاخد القرار وانتوا الاتنين إيد واحدة. اسأل نفسك دايما: هو مين